يا أهل المغرب، بمناسبة فوزكم 3-0 حضرنا كسكس مغربي يا معلم لمحمد عدنان. هلا قبل ما نبارك المغرب، انت متاكد عندك كسكس مغربي؟ شوية كان رز احمر وشوية دجاج ولبن، كسكس مغربي واحمر على لون شو؟ لون المغرب. ما بعرف، انا لا افتي بصراحه، لا افتي بالمغرب. بس الامر الاهم انه المغرب الان حققت اول انتصار للعرب يا اخوان في بطوله كاس الامم الافريقيه. والله اقسم بالله اخيرا خرجنا بانتصار. هل المغرب حسم البطولة ولا المنتخب المصري الجزائري التونسي له رأي آخر؟ بدري جدا جدا، ولكن بقول انه المنتخب المغربي مطالب، هو الوحيد المطالب باللقب ولا شيء سواه. المركز الثاني للمغرب يعتبر فشل. اي منتخب اخر ممكن يسعد بالمركز الثاني الا المغرب. اخر شيء بنقوله كل التوفيق للمنتخبات العربية مشاركة بالبطولة، مصر، تونس، المنتخبات العربية ال15 المشاركة في كلتا البطولتين، وموريتانيا ايضا. طبعا في 5 عندنا في افريقيا وعندنا 10 في اسيا. كل التوفيق للمنتخبات ال15 بالبطولة، كاس اسيا وكاس افريقيا. ولا يا كبير مع محمد عدنان رسميا انت قول شو بطل يوتيوب. شوب ولك انطلقنا. حكيمي وحكيم زياش هو متغطي بسفيان مرابط في مساحه لا تزيد عن 20 متر. فبالتالي الكومباكتنس بتاع فريق المغرب قوي جدا. تأثير ده على النصيري وزياش ايه؟ تأثيره ان هو دايما اللعيبه دي ما بتلاقيش نفسها بمعزل، اللعيبه كلها في ظهرها، لعيبه الفرقه كلها في ظهرها. في نفس الوقت في حاله الارتداد سفيان مرابط اول واحد بيجيب الكوره، لان مساحات الجري قليله، وده طبعا جزء مهم جدا جدا. محتاج كواليتي من اللعيبه، لكن المدير الفني الشيب اللي احنا بنشوفه في الملعب، الوقفه دي وقفه مدير فني. فبالتالي احنا ايه اكتر حاجه، بما انك ذكرتي منتخب مصر، ايه اكتر حاجه كان عليها عندنا علامات استفهام في مباراه موزمبيق؟ هو ادوار الثلاثي. ليه النني، ليه حمدي فتحي؟ مش اسماء الثلاثي، مش ادوار الثلاثي في الملعب. ادوار مين بيعمل ايه؟ صح. يعني هو زيزو متواجد عشان تفرش الطريق 4-4-2 او 4-4-1-1 عشان يبقى صلاح تحت مصطفى محمد وزيزو ياخد وينج رايت في الحاله الدفاعيه، ولا زيزو موجود عشان لما صلاح يخش في كمهاجم تاني؟ نبسط السؤال عشان الناس اللي بتتفرج علينا، ايه الفرق بين ال4-3-3 بتاعت الركراكي وبتاعت فيتوريا اللي احنا شفناها في الجوله الاولى فقط؟ ان طريقه الركراكي بتتقلب صريحه ل4-1-4-1 صريحه. بيبقى في اتنين بيبقى 2 رقم 10 بيخشوا ما بين الاثنين الجناحين، فبيبقى هنا حكيم زياش، هنا الزلزولي او بوفال، في قلبهم 2 لعيبه ماليين المساحه دي، وواحد بيسكرين الخط ده كله عرض. في الارتداد الدفاعي اول 4 دول بيعملوا الضغط العكسي، ولو الكوره مش هجمه عكسيه فيها تحضير من الفريق اللي قدام، يعني بيبدا عمليه بيلد اب، بيرجع 4-1-4-1 في الكومباكت جيم في الميديم بلوك بتاعه، فبيبقوا واقفين في تلت الملعب. فده بيسهل عمليه الرقابه والتغطيه، ان اللعيبه كلها بتجري او بتتحرك في مساحه ضيقه، فهامش الاخطاء قليل. بجانب نقطه مهمه جدا، قلبين الدفاع. انا مستحيل العب ميديم بلوك من غير ما يكون عندي 2 قلبين دفاع زي نايف اكرد ورومان سايس عندهم القوه والسرعه والقدره على الرقابه، وازودك واحد ياسين بونو عشان يغطي المساحه. الميديم بلوك ده انا بسيب حوالي 20-30 متر ما بين حارس المرمى. بس المشكله بتبتدي في نص الملعب طبعا، لان في الاول وفي الاخر هنا اللي بنسميه، هي اللي بتعرض خط الدفاع للمواقف دي. ان انت يعني بتوقدي الهجمه، بتنهي الهجمه من مصدرها. يعني قصدك في صفات للعيبه الثلاثي الوسط و